ازاي احمي نفسيتي ان هي تتأثر من الناس اللي بتنتقدني وبتسخر مني وبتقلل مني، وازاي اقدر ان انا اكون واثقة بنفسي كفاية وما خليهمش يهزوا ثقتي. انت تقدر تعمل ده في 4 خطوات. الخطوة الأولى هي التوكيدات التحفيزية، يعني اعرف كويس قوي ايه هي مميزاتك وحس بقيمة نفسك وتقبل نفسك، عشان يوم ما حد يجي يسخف عليك ولا يرزل ولا ينتقدك ولا يبقى عايز يقلل منك، انت يبقى عندك رصيد كافي من الثقة بالنفس ان انت تقدر تتعامل معاه وما يهزكش بسهولة. واعرف كويس قوي ان انت لو بتتغير او فيك عيب عايز تغيره، انت بتغيره عشان نفسك، مش عشان حد عايب عليك او حد هو اللي طلب منك ان انت تغيره. تاني خطوة، ودي بنقولها كل فيديو لان هي مهمة جدا، ولان هي والله العظيم حل 3/4 مشكلتنا النفسية. هات ورقة وقلم واكتب مشاعرك. هات ورقة وقلم واكتب انت حاسس بايه، وايه المواقف اللي ضايقتك، انت حاسس ايه العيوب اللي فيك اللي عايز تغيرها، انت شايف في نفسك ايه حلو. اي حاجة تحصل معاك اكتبها، سلبية ايجابية اكتبها، فرغ مشاعرك. تالت خطوة، دور على دايرة الدعم. خلي في حياتك بس الناس اللي انت بتحبوهم وهما بيحبوك، علاقاتكم ببعض سوية، لا انت عايز تسخف على حد ولا حد فيهم عايز يسخف عليك. الناس اللي تعرفوا انتوا الاتنين تشوفوا في بعض الحاجات الحلوة قوي، مش بيدوروا على النواقص اللي فيك وبس. رابع خطوة، مارس التجاهل الانتقائي. يعني مش كل تعليق يتقالك لازم ترد عليه ولازم تركز معاه. في ناس كده بتيجي تنتقدك او تقولك حاجة سخيفة او ترزل عليك لمجرد ان هو عايز يستفزك، فلما انت ترد عليه هو هيتأكد ان هو فعلا استفزك، فانت كده وصلته للي هو عايزه، هو اللي كسب مش انت اللي كسبت. فالبني ادم ده اللي انت عارف ان ده طبعه، لما يجي يقولك حاجة من حاجاته الرزلة دي، سيبه يخلص كل كلامه وبعدين بصله بكل هدوء وقوله خلصت، وما تستناش رد. بص للناس اللي حواليك او الناس اللي معاك وكمل كلام معاهم ولا كأنه قال حاجة، بجد انت اللي هتستفزه.